لو عندك أسبوع واحد بس في جورجيا، فالأماكن السبعة دي لازم تكون في خطتك. ورقم واحد هو أجمل منظر شفته في حياتي، فما تنساش تحفظ الفيديو. أول مكان هو كنيسة جرجتي، أشهر منظر في جورجيا كلها. كنيسة فوق الجبل ووراها قمة جاذبجي اللي بيغطيها التلج، وأفضل وقت للزيارة وقت الشروق أو الغروب. وبعدها بنروح على كازبجي، عبارة عن جبال وأنهار وطرق من أجمل الطرق اللي شفتها في حياتي. الطريق نفسه من تبليس الكازبجي يعتبر رحلة سياحية لوحده. وبنمر على تبليس القديمة، شوارع حجرية وبلكونات ملونة ومطاعم وكافيهات جميلة، خاصة جسر السلام وقلعة ناريكالا والحمامات الكبريتية اللي بيجيلها ناس من كل دول العالم للعلاج. ورقم أربعة وادي مارتيفيلي، عبارة عن مياه تركوازية وقوارب وسط الصخور والطبيعة، ويعتبر من أكتر الأماكن اللي بتطلع فيها الصور جميلة. وقبل ما أكمل ما تنساش تعمل سبسكرايب لو مهتم تلف العالم بأقل الأسعار. وبعدها بنروح على باتومي، مدينة البحر الأسود، ممشى طويل على البحر وتمثال علي ونينو والكافيهات والمطاعم الكتيرة والحياة الليلية الصاخبة. وطبعا ما ينفعش نفوت شلال ماخونستي، من أجمل الشلالات القريبة من باتومي ومناسب جدا للتصوير. وطبعا آخر حاجة جبال جداوري، لو بتحب التلج والمنظر البانورامي وبتحب التزلج على الجليد فأكيد المكان ده هيعجبك. وحتى في الصيف المنظر هناك بيكون جميل جدا. فما تنساش تعمل سبسكرايب، ودمتم مسافرين سلام. Dawn paints gold on the mountain's crown, while rivers whisper truth as they flow down, and their songs entwine.